اللهم هذا منكر صاحبي. إعادة هيكلة ملاعب كرة القدم في المغرب باش نوجدوهم ونأهلوهم لاستضافة تظاهرات إفريقية وعالمية. حنا راه ما خصناش نديرو إعادة الهيكلة ديال الملاعب، حنا خصنا نديرو إعادة هيكلة ديال بنادم عاد ندوزو للملاعب. دابا كيفاش بغيتي انت تنظم كاس إفريقيا وتنظم كاس العالم وبنادم عقليته موسخة بحال هاد اللي جاو تفرجوا البارح في كازا؟ كيفاش انت بغيتي تكون مصنف مع البلدان اللي نجحوا في التظاهرات العالميه وانت عايشين معاك وحوش بريه؟ قول لي انت كيفاش غادي تنظم التظاهرات العالميه وحنا مازال عندنا هذه العقليه ديال بنادم عارف بان التيران يلاه تحلى مؤخرا وخسروا عليه ميزانيه وكيخربوه بهذه الطريقه هذه؟ والله الا شوف، والله الا تحيه للسلطات بهذيك الاعتقالات بالجمله البارح في صفوف دوك المشجعين ديال دوك الفريق، لا داعي لذكر اسمهم. وانا مع السلطات اخويا ومع القانون، اي واحد شدو صيفطوه ب5 سنين 6 سنين ديال الحبس والله تيستاهل. اقسم بالله الا القانون في هذه البلاد والله ما كيظلم. تحيه لرجال السلطه.